ازيكم؟ كلنا عندنا مشاكل في الإنتاجية، ولو انت يومك بيخلص وما بتبقاش أنجزت فيه حاجة وبتحس ان هو ضاع منك، يبقى انت عندك مشاكل في الإنتاجية. النهاردة عايز اكلمكم على طريقتين هيساعدونا في ان احنا نخلي يومنا مفيد والإنتاجية فيه كبيرة جدا. اول حاجه وهي لازم نعملها وان احنا نخطط للي احنا هنعمله، لان زي ما احنا عارفين without a goal you can't score، وده مثل انجليزي ومعناه ان انت لو ما عندكش هدف فانت مش هتعرف تحط جول. وبالتالي يبقى احنا لازم يبقى عندنا هدف من اليوم ده محتاج نخلص فيه حبة حاجات مهمة جدا في حياتنا هتخلينا نتقدم خطوة لقدام. طبعا طرق التخطيط كتيرة جدا والتكنيكس كتيرة جدا ما نقدرش نحصرها كلها، ولكن انا عندي طريقه مفضله بالنسبه لي وهي طريقه ايزنهاور. ولو ما تعرفش مين هو ايزنهاور، فهو الرئيس رقم 34 للولايات المتحده الامريكيه، وكان احد الجنرالات اللي اسمهم كبير جدا في الوقت ده. طيب نرجع بقى لطريقه ايزنهاور. وايزنهاور عمل طريقه اسمها ايزنهاور ماتريكس، وهو كان بيقسم الحاجات اللي وراه في اليوم لاربع اقسام: حاجات مهمه ومستعجله، وحاجات مهمه ومش مستعجله، وبعدين حاجات مش مهمه بس مستعجله، وبعدين حاجات مش مستعجله ومش مهمه. وبالتالي احنا عندنا قسمين رئيسيين: حاجات مهمه وحاجات مش مهمه، وكمان حاجات مستعجله وحاجات مش مستعجله. فاول حاجه بعد ما نكتب كل الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في يومنا، زي ان احنا نخلص الشغلانه اكس ونخلص الشغلانه واي، ونروح نصلح العربيه ونروح نزور حد من قرايبنا، او نشوف اصحابنا، او نرد على الرسائل، او نرد على المسجات او الايميلات، وهكذا. عندنا حاجات لا نهائيه في اليوم، ولو سبت اليوم منك الحاجات اللي مش مهمه هتطير الحاجات المهمة ومش هتلاقي وقت تعملها. وبالتالي احنا محتاجين نقسم شغلنا، وهنقسم شغلنا بان احنا نعمل 4 مربعات. اول مربعين رقم 1 ورقم 2 هنخليهم للحاجات المستعجلة، وابتدي دايما بالحاجات المستعجلة. ورقم 3 ورقم 4 هم للحاجات اللي مش مستعجلة. بعدين نروح ناخد الحاجات المستعجلة ونقسمهم لاتنين: حاجات مهمة وحاجات مش مهمة. وبعد كده ناخد المهام اللي مش مستعجلة ونخليها في رقم 3، وبعد كده حاجات مش مهمة ومش مستعجلة نخليها في رقم 4. خلينا ندي أمثلة، زي مثلا أنا عندي شغلانتين: شغلانة للعميل X وشغلانة للعميل Y. الشغلانة بتاعت العميل X دي شغلانة مستعجلة لأن هي هتتسلم كمان يومين، بس شغلانة العميل Y مثلا هتتسلم كمان أسبوع. وبالتالي هحط الشغلانة رقم 1 المستعجلة ومهمة في المربع رقم 1، وبعد كده اخد الشغلانة اللي مهمة برضه بس هي مش مستعجلة فاخليها في رقم 3، لان دي انا ممكن اعملها بكرة او بعده. وبعد كده اخد الحاجات المستعجلة بس مش مهمة، زي مثلا ان انا ارد على ايميلات الشغل. مدير بتاعي مثلا باعت لي ايميل والمفروض ان انا ارد عليه، بس خليه في المرتبة التانية، ما تخليهوش في المرتبة الأولى. ليه؟ عشان ده هيضيع لك وقتك وهيضيع مجهودك على الفاضي، وهي حاجة مش محتاجة مجهود كبير جدا تبذله فيها. فخلينا نتكلم برضو في ان الحاجات المستعجلة والحاجات اللي مش مستعجلة دي حاجات نسبية. على سبيل المثال انا داخل الشغل الصبح، او لقيت المدير بتاعي مثلا باعت لي رساله بيقول لي انا بعت لك ايميل امبارح، بعد اذنك رد عليه عشان انا مستعجل عليه. وبالتالي هو اتنقل دلوقتي من الحاجات اللي مش مستعجله للحاجات المستعجله. كمان حاجات مثلا زي ان انا هجيب مثلا طلبات البيت، بس انا مثلا ما عنديش اكل في البيت خالص ولازم لما اروح اتغدى، وبالتالي مش مهمه بس هي بقت مستعجله لان انا لازم اجيب طلبات البيت. وهكذا تقدر ترتب اولوياتك كلها في اليوم في الاربع خانات دي. في حاجات مثلا مهمه ولكنها مش مستعجله زي صيانه العربيه، دي ممكن احطها في رقم 3. في حاجات مش مهمه ومش مستعجله زي مثلا ان انا انزل اقعد مع اصحابي على القهوه. مش بقول ان انت ما تعملش كده خالص، بس لازم تلاقي الوقت المناسب اللي تعمل فيه كده. وبالتالي فانا هحطها في خانه رقم 4. والله لو انا خلصت الحاجات اللي ورايا وفي المربعات الثلاثه اللي في الاول هعملها، ما خلصتش الحاجات اللي في المربعات اللي ثلاثه اللي في الاول يبقى انا مش هعملها. وبكده نبقى احنا رتبنا اليوم وعرفنا ايه الحاجات اللي المفروض نعملها. انت لو فهمت الطريقه دي مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق الصبح. بعد كده عندنا طريقه تانية عشان نخلص المهام دي. طب هنخلصها ازاي؟ خلينا نتفق ان احنا عشان نخلصها مش هينفع نقعد نخلصها كلها ورا بعض. ففي واحد راجل حاج جميل كده
ايطالي اسمه فرانشيسكو اخترع تكنيك جميل جدا اسمه تكنيك الطماطمايه. تسالنيش هو سماه الطماطمايه ليه، لان انا ما اعرفش. في ناس بتقول ان هو كان بيستعمل تايمر على شكل طماطمايه، فدي معلومه غير مؤكده، فبالتالي هنركز في التكنيك بغض النظر عن اسمه. والطريقه دي سهله جدا، وهي ان انت بتقسم التاسكات اللي وراك لاجزاء من الوقت. بمعنى ان انا هشتغل 25 دقيقه واريح ما بين 5 و10 دقائق. وهو فرانشيسكو بيقول ان في الابحاث بتاعته اكتشف ان المخ ما بيقدرش يركز لفتره اطول من ال 25 دقيقه. فانا لو ركزت 25 دقيقه ده معناه ان انا هاخد الماكسيمم كاباسيتي لعقلي وتركيزي في الشغلانه دي. ولما بروح افصل ال5 دقائق او ال10 دقائق انا برجع فريش، وبيرجع تركيز المخ اول ما ابتديت اشتغل. والطريقه دي الحقيقه ليها مميزات كتير جدا. اولها ان انت بتقدر تخلص الشغل على اجزاء، ف 25 دقيقه مش وقت طويل زي ان انت تقعد تشتغل في شغلانه ساعتين. فكل ما بتخلص جزء بتحس ان انت انجزت، وده مهم جدا للبشر ان انت تحس بالانجاز. وبعدين بتروح تاخد البريك بتاعك، وده مهم برضه لصحتك ولعينك ولكل حاجه، ان انت بتريح عينيك وبتريح مخك، وبالتالي بترجع فريش تاني من الاول. حاولوا تجربوا البومودورو تكنيك بتاع فرانشيسكو، وقولوا لي في التعليقات اذا كان فرق معاكم في يومكم ولا لا. سلام، واشوفكم الفيديو الجاي.